لم يعد مخفيا على الجميع أن الحرب مع الإرهاب انتقلت منذ فترة إلى الفضاء الافتراضي. عدو سخر وسائل التواصل الحديثة خدمة لأغراضه، فاتخذها أداة للتحريض والتجنيد والتنفيذ، مستفيدا من صعوبة مراقبة هذا الفضاء المفتوح. الارهابيين ولو يستعملوا شبكات الانترنت للتحضير للعمليات الارهابيه، لتحديد الضحايا نتاعهم، لاستقطاب الارهابيين ولا الارهابيين المستقبلين من شبابنا في تونس، للبروباغندا، للتخطيط. كل العمليات والمراحل العمليات الارهابيه اليوم ولات مرتبطه بدرجه كبيره بالشبكات الانترنت، وخاصة اليوم الانترنت اللي عندنا في تونس انترنت مفتوح. من يملك المعلومة في هذه الحرب يملك الميدان، جملة ألفها رواد الفيسبوك من التونسيين هذه الأيام بعد أن صدقت نبوءة إحدى الشخصيات الافتراضية على الفيسبوك والمسماة بالمارد الجزائري، الذي كشف بشكل مسبق في أكثر من مناسبة تحركات للإرهابيين، وآخرها هذه الرسالة التي أشار بدقة عن تحركات لمجموعات إرهابية من 7 أشخاص بجبل الشعامبي، كما أشار إلى التوقيت بكل دقة. ولكن ما أذاع صيت هذا الأفاتار هو تحذيره قبل 14 ساعة من عملية إرهابية في القصرين أكدها الهجوم وفي نفس الجهة، والذي أدى إلى استشهاد وكيل بالديوان وجرح عارفين. وقبلها كان التنبيه إلى وجود تحركات لإرهابيين بمرتفعات الكاف، فكان التحذير صادقا مع التحفظ على النوايا والجهة بعد ورود أخبار عن مسلحين قاموا بالتزود بالمؤونة من إحدى التجمعات السكنية القريبة من مرتفعات الكاف وغيرها من الرسائل الموجهة لأجهزة الأمن. هذه الشخصية الافتراضية نجحت بشكل أو بآخر في اختراق هذا التنظيم والوصول إلى المعلومة، والتي هي ظلة الأجهزة الأمنية لسباق العمليات الإرهابية، خاصة وأن هذه الجماعات أصبحت تتبادل المعلومات والتنسيق في فضاء تتطلب مراقبته وإمكانيات بشرية ولوجستية مهمة، يقول خبراء. الإرادة موجودة، وخاصة بالقوانين اللي قاعدة تصدر تو كما قانون مكافحة الإرهاب، واللي نص في جانب منه على شبكات الإنترنت وعلى الشبكات الحديثة. إذن الإرادة موجودة، الرؤية موجودة. توا لازم نكون أكثر عمليين بتركيز وحدات مختصة في الشيء هذا، وباقتناء المعدات ضخ الاستثمارات اللازمة. المارد الجزائري شخصية افتراضية أصبحت الشغل الشاغل لرواد الفيسبوك، جمعت بين البطولة والريبة والتشكيك، اقتربت من مناطق حساسة تتعلق بأمن تونس القومي. غموضه وخطورة المعلومات التي يمتلكها جعلت من تصنيفه أمرا عصيا.